السلام عليكم يا شباب، أهلا بيكم. نورتوا أول محاضرة لينا في مادة البرمجة. أنا الباشمهندس صلاح، طالب هندسة اتصالات والإلكترونيات ومهتم بمجال البرمجة وال AI، وهدفي معاكم الفترة الجاية إننا نفهم البرمجة بشكل عملي وبسيط، مش مجرد حفظ وخلاص. وإن شاء الله أنا اللي هكون معاكم في شرح منهج البرمجة لتانية ثانوي وبكالوريوس، وهنمشي في المنهج مع بعض خطوة خطوة من أول أساسيات لحد ما نوصل للمستوى اللي يخليك قادر تحل وتفكر بنفسك. وخلال الشرح مش هقولك بس إن الكود ده بيعمل إيه، لأ هنفهم ليه كتبناه وإزاي الكمبيوتر بيفكر فيه وإمتى نستخدمه وإزاي نحل المسألة من البداية قبل ما نكتب حتى سطر كود. وكمان هنطبق كتير جدا ونحل أمثلة وأسئلة وتحديات بحيث إنك في نهاية كل جزء تكون مش بس فاهم الدرس لكن قادر تستخدم اللي اتعلمته بإيدك. فلو أنت لسه جديد في البرمجة ما تقلقش خالص، ولو عندك أساسيات قبل كده برضو إن شاء الله هنرتب المعلومات في دماغك ونخليك تبني عليها صح. اعتبرني من النهارده مش بس بشرح لك المنهج، انا ماشي معاك خطوه بخطوه لحد ما البرمجه تبقى حاجه انت فاهمها مش حاجه انت خايف منها. خلينا نبدا على بركه الله ونشوف اول حاجه محتاجين نفهمها في عالم البرمجه. بصوا يا شباب، قبل ما نتكلم عن مكونات الكمبيوتر لازم نفهم حاجه مهمه جدا اسمها الاو اس او الاوبريتنج سيستم. طيب يعني ايه اوبريتنج سيستم؟ ببساطه كده ده البرنامج الاساسي اللي بيدير الكمبيوتر كله. يعني عندك في الكمبيوتر حاجات كتير زي السي بي يو والرام والاستورج او الهارد ديسك والشاشه، وعندك تطبيقات زي مثلا البراوزر والوورد والاكسل والميديا بلاير. مين بقى اللي بينظم كل الحاجات دي ويخليها تشتغل مع بعض؟ الاوبريتنج سيستم. يعني مثلا لما انت بتيجي تدوس بالماوس على برنامج او لعبه، انت مش بتروح تكلم السي بي يو بنفسك وتقول له شغل البرنامج ده، لا، انت بتدي الامر لنظام التشغيل اللي هو الاو اس، هو اللي بيفهم انت عايز تعمل ايه بالظبط وبيترجم الكلام ده للهاردوير او التطبيقات. فممكن نقول ان الاو اس هو الوسيط بين المستخدم وبين الجهاز. تعالوا ناخد مثال بسيط جدا. تخيلوا انت داخل فندق وانت الجست او اليوزر، وانت مش هتدخل بنفسك المطبخ مثلا وتعمل اكل، لا، انت عايز تطلب حاجة. انت بتطلب من مدير الفندق، والمدير هو اللي بيوزع المهام على الناس اللي شغالة في الفندق. فالناس اللي شغالة في الفندق دول هم الهاردوير، هم اللي بيطبقوا الكلام ده. طب مين اللي بيترجم الطلب بتاع اليوزر للهاردوير؟ هو الراجل اللي هو الاو اس اللي هو مدير الفندق. فكده احنا فهمنا ان الاو اس زي ترانسليتور كده او مترجم، بيترجم العملية اللي عايز يعملها اليوزر، بيترجمها من اليوزر للناس اللي شغاله مثلا في الفندق او الهاردوير اللي في الكمبيوتر. هو مثلا عايز يدوس على ماوس، طب لما ادوس على الماوس ده ايه اللي هيحصل؟ ايه الاكشن اللي هيحصل؟ فالاو اس هو زي الوسيط ما بين اليوزر والهاردوير، سواء بقى هاردوير او سوفت وير. يعني مثلا انا دوست على البراوزر ده وعايز افتحه، فلما ادوس بالماوس ايه اللي هيحصل؟ يعني انت بتتعامل مع الاوبريتنج سيستم وهو اللي بيتعامل مع الهاردوير والابلكيشنز. ومن غير الاوبريتنج سيستم التعامل مع الكمبيوتر بالشكل المعتاد هيبقى مستحيل، لان هو اللي بيترجم الحاجات اللي انت بتعملها زي ضغطة الماوس او الكتابة على الكيبورد لأوامر الجهاز يقدر ينفذها. ايه هي انواع انظمة التشغيل او ايه هي انواع الاوبريتنج سيستم؟ اول حاجه عندي الويندوز، وده اكيد اغلبكم شافوا او استخدموا قبل كده. ويندوز من اشهر انظمه التشغيل اللي بتستخدم على اجهزه الكمبيوتر الشخصيه. وظيفته انه بيدير الموارد بتاع الكمبيوتر وبيتعامل مع البرامج والملفات والاجهزه المختلفه. يعني مثلا لما تفتح لعبه او تفتح برنامج او تدخل على فولدر او تستخدم كيبورد وماوس، الويندوز هو اللي بينظم كل ده. وكمان مميزاته عنده جرافيكال يوزر انترفيس او واجهه رسوميه. لما تيجي تفتح الويندوز بتلاقي واجهة رسومية، بتلاقي تطبيقات، بتلاقي صور وهكذا. يعني بدل ما تكتب أوامر لكل حاجة عندك ايكونز وويندوز وبوتونز وتقدر تتعامل معاها بالماوس. تاني حاجة هو اللينكس، مختلف شوية عن الويندوز. أهم كلمة هنا هي الأوبن سورس. أوبن سورس يعني مفتوح المصدر. يعني إيه مفتوح المصدر؟ يعني الكود المصدري بتاع النظام متاح والناس تقدر تشوفه وتعدل عليه وتطوره. وعشان كده لينكس منتشر جدا في حاجات زي السيرفرات، خصوصا الأماكن اللي محتاجة تحكم واستقرار عالي. فلو شفت سؤال بيقول لك نظام التشغيل أوبن سورس وبيستخدم بكثرة في السيرفرات، على طول فكر في لينكس. تالت حاجة هو الأندرويد. والأندرويد ده هو نظام التشغيل اللي موجود على الموبايلات بتاعتنا. يعني لما تفتح لعبة على موبايلك أو تفتح واتساب أو يوتيوب أو أي تطبيق، نظام الأندرويد هو اللي بينظم تشغيل التطبيقات والتعامل مع موارد الجهاز. ومن الحاجات اللي بيعملها إنه بيوزع وقت المعالج. يعني إيه بيوزع وقت المعالج؟ وقت المعالج بنسميه سي بي يو تايمر. هو بيوزع الوقت ده على التطبيقات عشان الأوامر تتنفذ بشكل سريع وسلس. لو مثلا عندك لعبة تقيلة شوية فهو بيقدر إن هو يوزع وقت بتاع السي بي يو عشان أنفذ أوامر وتعليمات عشان اللعبة تشتغل بشكل أسرع. رابع حاجة الماك او اس. الماك او اس هو نظام التشغيل الخاص بأجهزة ابل ماك. ومن الوظائف المذكورة عندنا انه بيحمل الملفات الضرورية من وحدة تخزين للرام عشان الوصول للبيانات يبقى اسرع.
وده يفتح لنا بعد شويه نقطه مهمه جدا، ليه بننقل بيانات من الهارد ديسك للرام؟ الهارد ديسك ده اللي هو الاستورج اللي عندنا في الكمبيوتر او اللاب، اللي هو مساحه التخزين بتاعتنا، ان احنا بنخزن فيها مثلا صور، فيديوهات، الملفات بتاعه الالعاب وهكذا. طب ليه بننقل بيانات من الهارد ديسك للرام؟ هنفهم ده لما نيجي نتكلم عن الفرق ما بين الرام والهارد ديسك. قلنا الهارد ديسك ده مساحة التخزين اللي موجودة عندك في الجهاز بتاعك، والرام ده اختصار لراندوم اكسس ميموري، ودي زي ذاكرة مؤقتة. يعني ايه مؤقتة؟ يعني البيانات اللي موجودة فيها مرتبطة بإن الجهاز شغال، وظيفتها إنها تحتفظ بالبيانات اللي الجهاز أو البرامج بيستخدموها حاليا عشان السي بي يو يقدر يوصل لها بسرعة. بعد كده عندنا اي او اس، وده نظام التشغيل الخاص بأجهزة أبل زي الايفون والايباد. يعني لو سألتك ايه نظام التشغيل الخاص بالايفون، الإجابة اي او اس. سادس حاجة، وده نظام تشغيل قديم جدا اسمه دي او اس، ديسك اوبريتنج سيستم. هو عبارة عن شاشة سوداء بس بتكتب انت أوامر وبيطلع لك أو بيطلع لك نتائج. تمام. هو نظام تشغيل قديم جدا، وكان موجود قبل انتشار الواجهه الرسوميه زي الويندوز واللينكس والاندرويد وكل ده. يعني بدل ما يكون عندك ايكونز وتدوس بالماوس، كنت بتكتب اوامر نصيه. يعني الشاشه كانت عباره عن كوماند كده، يعني دي بنسميها كوماند، شاشه سوداء بنكتب عليها كوماند زي تعليمات واوامر كده. دي او اس، ديسك اوبريتنج سيستم، نوع من الاوبريتنج سيستم كنت بستخدمه زمان قبل ظهور الويندوز والماك او اس والاي او اس والاندرويد واللينكس. طيب، ازاي الاوبريتنج سيستم بيشغل لعبه؟ وده جزء مهم جدا لاننا هنربط فيه الاو اس بالهارد ديسك والرام والسي بي يو والجي بي يو. الجي بي يو ده هو كارت الشاشه. لو حد سمع عن كارت الشاشه قبل كده، ان انت مثلا لو هتشغل لعبه فيها جرافيك عالي فانت هتحتاج كارت شاشه. كارت الشاشه ده بتحتاجه لو انت عندك لعبه محتاجه جرافيك عالي، فيها تفاصيل كتيره، فانت لازم تحتاج الجي بي يو. طيب انت دلوقتي قاعد على الكمبيوتر وعايز تفتح لعبه، ايه اللي هيحصل اول ما تدوس على اللعبه لحد ما تبدا تلعب؟ تعالوا نمشيها خطوة خطوة. الخطوة الأولى إن أنت بتبدأ تضغط على اللعبة، أنت كده بعت أمر للأو إس إن أنا عايز أشغل اللعبة دي. الخطوة التانية إن الأو إس بيبدأ يدور على ملفات اللعبة الموجودة على الهارد ديسك، لأن ملفات اللعبة أصلا متخزنة هناك، صور وأصوات وأكواد وبيانات. تالت حاجة، بعد ما يلاقي الملفات المطلوبة مش بيشغل كل حاجة من الهارد ديسك مباشرة، لا، هو بياخد البيانات اللي محتاجها دلوقتي ويحطها في الرام. ليه؟ لأن الرام أسرع في الوصول للبيانات من وحدة التخزين، فبدل ما المعالج كل شوية يروح للهارد، البيانات اللي محتاجها بتكون جاهزة في الرام. دلوقتي الاوبريتنج سيستم بيخصص جزء من وقت السي بي يو للعبة، والسي بي يو بيبدأ ينفذ الأوامر والحسابات المطلوبة زي مثلا حسابات الحركة والفيزياء والذكاء الاصطناعي بتاع اللعبة. الخطوة الخامسة، طيب والصورة اللي على الشاشة؟ الصورة اللي على الشاشة دي بتعمل إيه؟ أو طلعت إزاي؟ الصورة اللي على الشاشة هنا يدخل دور الجي بي يو أو كارت الشاشة. الجي بي يو مسؤول عن إن أنا بعالج الرسوميات بتاعة اللعبة، وبالتالي بياخد البيانات الخاصة بالرسومات وبيجهز الصور والمشاهد اللي انت شايفها. سادس خطوة، في النهاية انت بتشوف الصورة على الشاشة وتسمع الصوت من السماعات، انت شايف النتيجة النهائية، لكن الخطوات اللي حصلت دي هي نتيجة للاوبريشنز اللي عملها الاو اس. طيب انت مثلا ضغطت زرار على الكيبورد مثلا او حركت الماوس، ايه اللي بيحصل؟ الاوبريتنج سيستم بيراقب الانبوت بتاعك ويشوف انت عملت ايه، وبعدها يخلي اللعبة تستجيب. مثلا ضغطت على الكيبورد او الماوس، الشخصية اتحركت، الكاميرا بتتحرك وهكذا. تمن خطوة، وفي نفس الوقت الاو اس مش مركز مع اللعبة بس، ممكن يكون عندك براوزر مفتوح وبرنامج شغال في الخلفية وحاجات تانية. فالاو اس بيوزع موارد الجهاز بين البرامج المختلفة زي السي بي يو والرام. اخر خطوة، كل الكلام ده بيحصل بسرعة رهيبة جدا وبشكل متكرر طول ما انت بتلعب، وعشان كده اللعبة تفضل شغالة بشكل سلس. فلو عايزين نلخص الرحلة دي، انت تدوس الاو اس يفهم الامر، البيانات من السي بي يو. فلو عايزين نلخص الرحلة دي، انت بتدوس على الايكون بتاع اللعبة، النظام بتاع التشغيل بيقرأ ملفات اللعبة، تحميل البيانات الضرورية للرام، بعد كده الجي بي يو بيبدأ يقرأ الواجهات الرسومية ويعرضها، ولو انت دوست على الماوس او الكيبورد او عملت اي حركة، فالاو اس بيستنى بيراقبك لحد ما تدوس حاجة ويعمل اكشن معين، زي انت مثلا بتحرك الكاميرا وهكذا. طيب، محتاجين بقى نتكلم شوية عن مكونات الكمبيوتر وأنظمة التشغيل. طب ايه هي مكونات الكمبيوتر اصلا؟ اولا عندي السي بي يو، الرام، الجي بي يو، الباور سبلاي، الاوبريتنج سيستم، والاستورج. الاستورج هو التخزين، الاوبريتنج سيستم هو نظام التشغيل، الباور سبلاي هو مزود الطاقه، الجي بي يو زي ما اتكلمنا هو اللي بيدعم الرسوميات بتاعه اللعبه اللي محتاجه جرافيك عالي، الرام هو الذاكره العشوائيه او المؤقته، السي بي يو هو المعالج. دلوقتي بعد ما فهمنا الاو اس، تعالوا نشوف بقى الكمبيوتر نفسه بيتكون من ايه وبيعمل ايه. بشكل بسيط، الكمبيوتر عنده ثلاث حاجات اساسيه بيعملها. اول حاجه، بيعمل عمليات متكرره. يعني لو عندك عمليه محتاجه تتعمل الاف المرات، الكمبيوتر بيقدر يعملها بسرعه جدا من غير ما يتعب. تاني حاجة، بيخزن البيانات، يعني الصور والفيديوهات والملفات والبرامج والمعلومات. تالت حاجة، بيقدر يرجع لك البيانات دي وقت ما تحتاجها. طيب ايه الفرق ما بين الهاردوير والسوفت وير؟
الهاردوير هو كل حاجة مادية تقدر تلمسها بإيدك، يعني السي بي يو والرام والجي بي يو والكيبورد. أما السوفت وير فهي البرامج والأكواد والتعليمات، يعني الويندوز التطبيقات والبرامج اللي بتشتغل على الجهاز دي كلها سوفت وير. طيب تاني حاجة محتاجين نتكلم عنها هي المذر بورد. المذر بورد هي الهاردوير الكبيرة دي اللي فيها كل الكومبوننت، هي تعتبر الأساس اللي مكونات الكمبيوتر بتتجمع وتتوصل عليها. يعني عندك الجي بي يو ورام وسي بي يو ومكونات تانية موجودة عليها، كل دول محتاجين يتواصلوا ويتوصلوا مع بعض. فالمذر بورد هو اللي بتوفر المكان والتوصيلات اللي بتخلي المكونات دي موجودة مرتبطة ببعض. فممكن تتخيلها زي هيكل البيت اللي كل حاجة بتتركب وتتجمع عليه. طيب محتاجين بقى نتكلم عن الكومبوننتس. السي بي يو، ايه هو السي بي يو؟ هو اول مكون اساسي عندنا هو السي بي يو. الاختصار بتاعه هو سنترال بروسيسنج يونت، وده اللي بنسميه بالعاميه البروسيسور او المعالج. ليه بنسميه عقل الكمبيوتر؟ لأنه مسؤول عن معالجة البيانات وتنفيذ التعليمات. يعني أنت كتبت أمر للكمبيوتر أو برنامج طلب منه يعمل عملية حسابية أو اللعبة محتاجة حساب معين، السي بي يو هو اللي بيقوم بعملية المعالج وتنفيذ التعليمات. السي بي يو هو المعالج، هو مسؤول عن معالجة البيانات وتنفيذ المعلومات. تاني حاجة هي الرام. الرام قلنا هو راندوم اكسس ميموري، يعني البيانات اللي موجودة فيها مرتبطة بإن الجهاز شغال. وظيفتها إنها تحتفظ بالبيانات اللي الجهاز أو البرامج اللي بيستخدموها حاليا عشان السي بي يو يقدر يوصل لها بسرعة. تالت حاجة هو الجي بي يو، هو اختصاره Graphics Processing Unit. طب ايه هو الجرافيكس بروسيسنج يونت؟ مسؤول عن معالجة الرسومات اللي بتظهر قدامك، صور، فيديوهات، ألعاب. يعني لو بتلعب جيم وعايز تظهر لك الرسومات والمشاهد على الشاشة، هنا بيظهر دور الجي بي يو. فافتكر الجي بي يو مسؤول عن الجرافيكس، صور، فيديوهات، وألعاب. طيب الباور سبلاي هو مزود الطاقة، وببساطة مسؤول عن توفير الكهرباء المناسبة لمكونات الكمبيوتر. الباور سبلاي بيتعامل مع الطاقة الداخلية ويوفر للمكونات الجهد والطاقة المناسبين لتشغيل الجهاز. دلوقتي وعرفنا ايه هو الاو اس، بقالنا حاجة واحدة، الاستورج. قلنا الاستورج زي الرام بالظبط، بس الرام هي ذاكرة مؤقتة لكن دي ذاكرة دائمة، يعني الفيديوهات والصور وكده هي متخزنة دايما عليها. تمام. فالرام والهارد ديسك الاتنين بيخزنوا بيانات، لكن طريقة التخزين والاستخدام مختلفة جدا. الرام تخزين مؤقت وسريع، أما الهارد ديسك أو الاستورج ده فهو تخزين دائم. يعني لو عندك صورة أو فيديو محفوظ على الهارد ديسك وقفلت الجهاز، الصورة والفيديو هيفضلوا موجودين، لكن البيانات الموجودة في الرام تختفي لما الجهاز يتقفل. ليه؟ لأن الرام بنسميه فولاتايل ميموري، يعني محتاجة كهرباء مستمرة عشان تحافظ على البيانات. أول ما الجهاز يتقفل البيانات اللي كانت في الرام بتختفي. أما الهارد ديسك فهو نون فولاتايل، يعني البيانات تفضل محفوظة حتى بعد ما الجهاز يتقفل. وعشان كده الرام هو سريع لكن الهارد ديسك هو أبطأ. طيب ليه بنستخدم الاتنين؟ لأن السي بي يو محتاج بيانات بسرعة جدا، فبنحط البيانات اللي شغالة عليها حاليا في الرام. لكن الملفات نفسها محتاجين مكان يحفظها لفترة طويلة، وده دور الاستورج أو الهارد ديسك. يعني تخيلوا الهارد ديسك ده هو المخزن بتاعك، الرام هو ترابيزة الشغل، السي بي يو العامل اللي بيشتغل. العامل مش هيقعد كل شوية يروح المخزن يجيب حاجة، بيجيب الحاجات اللي محتاجها ويحطها على الترابيزة قدامه، بيشتغل عليها بسرعة. وده بالظبط اللي بيحصل في الكمبيوتر.